السلام عليكم، الصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تسمعوني، انا ايه فوده من قناتي كل يوم وصفة، وان شاء الله نقدم لكم كل يوم وصفة. زبادي البيت، يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. وزي ما احنا شايفين كده مع بعض، بعد ما غلينا اللبن وسبناه على النار 5 دقايق وقلبناه، هنطفي عليه وهنسيبه لحد ما يبقى زي دمعة العين، ان انت تحطي صبعك فيه نص دقيقة تستحمليه ان شاء الله، ونعمل مع بعض احلى زبادي. وهنا كده معانا اللبن بعد ما غليناه وسيبناه يغلي 5 دقايق وطفينا عنه وسيبناه يبرد خالص. هو دلوقتي دافي زي دمعة العين كده، ان انت تحطي فيه صبعك تستحمليه زي ما احنا شايفين مع بعض كده. هنركنه. ومعانا هنا بقى، احنا كده ما حطيناش على اي حاجة. هنا معانا معلقة سكر كبير. بسم الله. بجد حاجة هتفرق معاكي في الزبادي، معلقة لبن بودرة. اللبن البودرة دي بتفرق جدا في تماسك الزبادي. ومعانا هنا معلقتين كبار زبادي. كل لتر لبن عليه معلقة واحدة زبادي كبيرة. بسم الله. معلقة سكر كبيرة ومعلقة لبن بودرة كبيرة ومعلقتين زبادي. بسم الله. وبتحطي الزبادي النوع اللي انت عاوزاه. لو حطيتيه زبادي شركات بيبقى يطلع معاكي بطعم الزبادي الشركات، اي نوع انت عاوزاه بيطلع معاكي. بسم الله. نحط شوية لبن كده ندوب فيه الزبادي واللبن والسكر. بسم الله. واحنا هنا كده بعد ما قلبنا الزبادي والسكر واللبن بودرة كويس مع نص اللبن. بسم الله. ونخلطه كويس معاه، نقسمه على جزئين. بسم الله. عشان نعمل زبادي فراولة وزبادي سادة. لو كان احنا هنحط له اللي هيدينا طعم الفراولة صوص فراولة. بسم الله. ممكن لو موجود عندك شربات بطعم الفراولة تحطي منه. وكده زي ما احنا شايفين بعد ما خلطنا صوص الفراولة مع الزبادي اللي هنعمله بطعم الفراولة، وده الزبادي الساد. هنشوف هنحطهم في ايه دلوقتي. ومعانا هنا كده صينية عادية خالص. انا الموجود عندي حطيت كوبايات عادية. بسم الله. وممكن تحطي طواجن الزبادي. بسم الله. خلصنا الزبادي زي ما احنا شايفين مع بعض. ده زبادي الفراولة وده الزبادي الطبيعي، وحطينا عليه عشان نخليه بطعم الفراولة صوص الفراولة زي ما احنا شايفين كده مع بعض. دلوقتي بسم الله هنضيف مية سخنة، تكون مية دافية ما تكونش مغلية. بسم الله. وهنقفل عليها كده بعد ما خلصنا كده. زي ما احنا شايفين بعد ما خلصنا هنقفلها برضو كده بورق تاني. بسم الله. شايفين دلوقتي كده جبنا بطانية حطيناها تحتها، وهنعملها من فوق كده ونركنها في مكان وما نهزهاش. بسم الله. نسيبها كده حوالي 3-4 ساعات وما نحركهاش ولا نجي يمها. زي ما شايفين مع بعض بعد ما حطيت الزبادي مغطياه بالبطانية على الرخامة 3 ساعات وحطيته في التلاجة ما كملتش نص ساعة. زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله قد ايه ومتماسك. بسم الله. شايفين ما شاء الله. وانا ما سبتوش في التلاجة لنص ساعة، بجد بتخليه يتمسك. شايفين ما شاء الله. وانا ما سبتوش على الرخامة الا 3 ساعات وفي التلاجة ما كملش نص ساعة. شايفين ما شاء الله مع بعض. ده في رمضان تعمليه بعد الفطار ويبقى جاهز معاك على السحور. تعملي الزبادي بتاعك في بيتك، اوفر واحلى واحسن من الجاهز بكتير. والسر كله في معلقة اللبن البودرة. شايفين ما شاء الله. ولو عجبوكم وصفتي النهارده اعملوا متابعة وشير عشان يوصلكم كل جديد.